سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم خبزة عائلية محشية بحشوة بزاف هايلة بالجبنية كورن. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. بالنسبة للمقادير، الحاجة الأولى رحت درت لافاس. هنايا درت أنا فيونداشي مع حبة بصل، دوزنتو، درت له لي زيبيس. حنحط لكم واش درت لي زيبيس. زدت عليه كمية تاع السلق اللي كنت فورته وحطيته. بالنسبه لافاس تقدروا ديروا لا فيونداشي، تقدروا ديروا صدر الدجاج، تقدروا ديروا واش حبيتوا. هنايا بعد ما طابت لي هذيك لا فيونداشي مع السلق، زدت لها كميه من لا كريم ليكيد وزدت لها مغرف مليحه من جبن ياغورن. بالنسبه للعجينه اللي درت، هي العجينه اللي مضريه نديرها. راح نكتب لكم المقادير من تحت. حنا قسمت العجينه تاعي على اثنين. حليت الاولى، حطيت هذيك لافاس تاعي كامل، فرشتها وزدت لها الجبن تاع ياغورن. هنايا زدت لها كميه مليحه باسكو هذه الخبزه تجي مفرمجه وتجي بزاف هايله. زدت كسلت العجينه الثانيه، من بعد حطيتها عليها، دهنتها بصفار البيض. كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه ودخلتها طيب. هاي ليك الخبزه بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات مفرمجه، جات متختخه وبزاف بنينه. نتمنى تعجبكم وتجربوها.